عيشة، يا قولي لي مبروك. راه السي علال صافي كتب عليا الدار ولات ديالي. عيشة ولات ديالي. يا واخي انا حوريه اختي، وحده بعدا فينا راها فرحانه والله. لا ودارت بعدا كاين فايده. ايوا شتي والله لا يا حوريه اختي، الا فرحتيني. اي والله ان شاء الله يا سيدي يا ربي تدخل عليك بالصحه والهنا. ايوا شتي يا حوريه سيدي ربي اي حاجه كيعطيها لنا زينه. لو كان ما كانش غادي زعما يتزوج عليك، واش كان غادي يكتب لك الدار ولا؟ ايوا شتي. ايوا يا عيشه، حتى انا راني صبرت بزاف، وقال لك اللي صبر ينال. الحمد لله على كل حال. ما عرفتي كي قلتي نتيا، ربي هاد الشي دارو لي خير، وعلان غادي يتزوج وها هو كتب عليا الدار، وحتى انا وليت برزقي ووليت بداري وما عندي مناش نخاف. الحمد لله يا سيدي يا ربي. تا انتيا درك عيشه غير صبري، ربي والله تيفرجها عليك. يا اللي فات عليك ماشي قليله اختي حوريه، ها مع الوايسات ها كلشي يحكم فيك، وهو مسكين غير يشوف بعوينات وخا كان حنين وظريف معاك. وها هو دركي شتي مين بغاك وبغا يضمن لك مستقبل ديالك، باش كتب لك الدار بلا اخبارهم. شتي بيني وبينك يا حوريه، هذيك نوريه لو كانت تكسب الخبر يا مشات تموت ويقدر كاع ما تديش. يعني هذيك نوريه داخلني فيها الشك، واش راها زعما باغيه السي علال غير هكا، الا ما راهاش طمعت له في فلوسه في الدار. ايوا قول له روح قول لها درك راني كتبت لها الدار وشوف واش غادي تكمل معاك. بنات اليوم واش حسابك بحالنا حنا ولا؟ يا اللي نصبروا على كلشي. عيشه عندها كي تمشي تقولي هادشي وحده هنا في الدار، راني قلتها لك غير نتيا، وعلال راه وصاني قال لي ما تقولي حتى شي واحد راني كتبت لك الدار. هو هي كعيشه، هو هي كي تمشي تقوليها لخديجه وتمشي توصلها لها، راها زعما هي وياها هكا موس واحد يذبحهم هي والضاويه. كوني كان يا حوريه ديالي والله ما نقولها حتى شي واحد، سرك في بير حوريه. جابنا ربي هاد الفرحه، رحنا فرحانين معاك ورحنا منشطين، وحنا نمشيو نكدوها علينا. نمشي نقولها انا لخديجه باش توصلها للطاويه وتوصلها للسي علال، وعلال ينكدها عليك ونوض عاوتاني كيلو ستيك وينوضوا الهم. بيني وبينك واخا كاع ناضوا دركي شي مشاكل راه غير الدار راها مكتوبه عليك، يقرح خليهم ينوضوا. والله لا يا بردي ما كرهتش حتى انا. كان مصطفى كانت عنده الدار وكتبها عليا انا بصمنا بالعشرة، الا بغا يدي مورايا حتى 4 يديهم. والله لا عندك الصحه عيشه، يا الخاطر بين يبرد غير يبرد. والله لا بحال دركي انا علال، يا في الاول كنت هابله ونبكي ونتعصب ونتفقص، كنت هابله غادي يتزوج حالش غادي يتزوج. يا بردي واش كنت دايره في راسي. ودركي سبحان الله بحال اللي طفيتي هذيك الجمره اللي كانت عندي شاعله في قلبي، كنقول الا بغى يزيد حتى الثالثه والرابعه يزيدهم. ايوا علاش العزيزه ديالي ما تسنييلوش؟ عاد الدار فيها الدوزيام والكراجات لتحت تبارك الله يلعب فيهم الخيل. غدا من غدا يعقدها قياس الخير عليه الموت علينا كاملين. بعدا تلقاي باش تعتقي روحك راكي شتي خوتك راهم والو رك الله. تجي تجلسي معانا مرحبا بك، راكي عارفه معيشتنا حنا كي دايره. ايوا ماشي كيما درك ضمنتي انتيا مستقبل ديالك تمشي تكري غير دوك الكراجات يعيشوك مدى الحياه. والله لا. ايوا ما عرفنا شكون السابق عيشه، ما عرفتي شكون السابق. الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير. بعدا انا ارتاحيت عيشه، والله الا ارتاحيت. بيني وبينك ما كنتش عاطيه فيه الامان، قلت يمكن الا غادي يعاود يديرها بيا. ايوا من جينا نتكاتبوا والله الا تما عاد لي ارتاحيت، قلت يا حوريه الدار ولا دارك وما بقى حد يحكمك، واللي بغيتي ديري فيها ديري فيها.
شتي ديك وحشيه نهار اللي تكتب الخبر، والله عيشه اختي تيطيح لها النص. فكره بيا حوريه، يا نهار اللي تبغي تكتب الخبر الا ما تعلمي لي ونجي نشوف بعينيا كي غادي دير. ويا بردي داك الشر اللي كان فيها، بردي يا بردي واش من قبل غادي يدخلها. غير قولي لي يا حوريه الناس باش كتفكر، واش ما حساب لهمش الموت راها كاينه؟ بنادم اللي قلبه ابيض وزين هو اللي كيفكر في الموت ويفكر واش راها تابعانا. ايوا بنادم اللي قلبه قاسح ويهودي وما فيهش الحنانه ويبغي غير من دار الخوه المسلم، هذاك راه ما دارش الموت بين عينيه. ايوا ايمان، راها قالت لي ماماك راهم هضروا فيك شي خطاب وقريب يجيو للدار. يا حياتي اختي، قفزات به مريم اختي. ترى كي تقولها ايمان، كيفاش قفزت به مريم اختك؟ وفين شافته وفين شافها؟ لا حياة اختي، ما شافها ما شافته، غير سمعت لاله ورديه تهضر مع ما وجات عندي قالتها لي. وانا يا حياة اختي انا تعقدت بشي حاجه يقولوا لها الزواج بعد المشاكل اللي راهم فايتين علينا في الدار ديالك وديال عمي حسن وما والضرايرات اللي جاو هنايا عندنا للدار. كرهت شي حاجه يقولوا لها الزواج. مريم ما تكونش بالعاكسين وقالت لي انا غادي نديه. ايمان، راه العريس اللي جاي راه جاي عندك نتيا، نتي الكبيره هنا في الدار وانتي اللي خصكي تديه. وديك الفكره ديال المشاكل بيني وبين عمك ومشاكل ديال باك وامك، نتيا واش دخلك فيهم؟ وهي فعلا راكي معنا هنا في الدار وراكي تشوفي في كل شيء، والله يحسن العون يتعقد اللي ما يتعقد. ولكن نتيا واش زهرك هو زهرنا حنايا؟ وزيد بالزياده راه عيشه ما غاديش تقبل عليه الا كان شي واحد ماشي مزيان. ايوا ما نعرفت حياة اختي، والله الا بقيت غير نخمم. ايوا قلت لها انا ما نتزوجش. قالت لي مريم انا والله ما نمنعو، انا نمشي ندير حياتي ونعيش وندير المستقبل ديالي. قالت لي نبقى انا هنا مقابله عيشه ومصطفى ولا؟ انا راني عاد بعقلي. والله الا مريم الا باز ضربه الزمن بركله. ايوا شتي حتى انت عقليتك خصها تكون بحال عقليه مريم. حتى انا يا ايمان راني كنت بحالك، لو كان ماشي عيشه اللي فيقتني وخرجت حتى انا نخدم على راسي وندبر على راسي، لو كان حتى انا دركي راني جالسه والدمعه طايحه بعينيا ونتغبن على حياتي. شوف يا ايمان، راها كل وحده وزهرها في الزواج، ويقدر هذا ولد الناس غادي تعيشي مع حياه زينه، ماشي غير حنا ما صدقناش الزواج صافي تقولي حتى نتيا ما غاديش يصدقلك. لا ايمان لا. يا مرحبا بك بنت خديجه، والله الا زارتنا البركه. كي صراتلك جيتي بنت خديجه؟ كي صراتلك؟ بارك الله فيك لاله ورديه، انا راني جيت عندك ماشي ضيفه، انا جيت عندك قالت لي لا سلطانه روحي عيطي لي على ورديه. ايوا راني جيت عندك. ياك لاباس بنت خديجه؟ مالها لاله سلطانه؟ واش زاد عليها الحال ولا؟ يا لاله ورديه من ناحيه زاد عليها الحال؟ لاله سلطانه مسكينه راه كل الصباح نقولوا هاد الصباح ما غاديش تصبح، داك الحرق اللي فيها وداك الزقان اللي فيها، ويا سيدي يا ربي الله يدير لها مسكينه شي تاول ديال الخير. ايوا دركي راها قالت لي والو تمشي تعيطي لي على لاله ورديه. عيطت كيما ندير لها على لاله سلطانه واش راكي باغيه شي حاجه نديرها لك؟ على لاله سلطانه غير انا نقضيها لك؟ قالت لي والو تمشي تعيطي لي على لاله ورديه تجي عندي راني احتاجيتها وراني جيت نجري عندك، راني ما قلتها لهمش كاع في الدار وما علمت لهمش كاع، راني خليتها غير بوحدها في البيت وبيني وبينك لاله ورديه حتى هما بقاو يتبعدوا عليها ما بقاوش كيديوها فيها. واش راكي تقولها بنتي يا خديجه؟ نقولوا حياة المخلوقه راها خدامه وراها تجي غير من العشيه للعشيه، نقولوا عيشه مسكينه تا هي راها تلقط دوك البيضات وتا هي متلاهيه مع صوالح الدار، وراني نشوفها تدخل عندها كل دقيقه تسول فيها
ايوا بصح حوريه بنتي لا، حوريه راه كي قال هذاك واقفه لها عند راسها. واخا بنتي كتكوني نتيا معاها تما تقلبي فيها وتبدلي لها، وحوريه راها غير عند الراس واقفه لها. ايوا حتى انت ماشي نتيا لاله ورديه، شكون اللي قال لك راها واقفه لها عند الراس؟ وهي هاد الصباح هذا باللي صبح ربي الحال وهي تالعه فين عادو جات. وعاد من يجي راجلها يا لاله ورديه يجلس معاها بالسوايع ما تفكرش كاع فمها. انا راه دارني ربي تما في ديك الدار بحال شي حسنه. راكي شتي كون ما كنتش انا لا سلطانه مسكينه كون راه يخرج بها الدود. غير كيبينوا راسهم بيني وبينك لاله ورديه، هما راهم صافي ما بقاوش كاع كيديوها فيها. تسمعين كانت اخر الاخبار اللي راه هضوا عندهم تما في الدار، قال لك كان لا الا ما قدولهاش غادي يديوها لدار العجازه. صاحبتي وعشره العمر ديالي يديوها لي دار العجازه؟ لا 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 بنيته خديجه لا، انا نهزها بسنيه وما نخليهمش يديوها لدار العجازه. تال هادي لا يا مدام عيطت لي صاحبتي وقالت لك ضروري تجي عندي لاله ورديه، راها سمعت لهم اخلا دارك راها سمعت لهم. يلا بنيتي نمشيو في السعي، الله نشوفوا واش تراها باغيه ليه. يا ربي تسمعنا سمع الخير. وياك لاله ورديه تمشي تقولي لهم راه قالتها لي خديجه وانا راني ما قلت باش درت بلاصتي معاهم. عندك هي لاله ورديه هي بعدا لا خرجوها بالدار تلقى دار العجازه، ايوا انا لا خرجوني بالدار فين غادي نمشي لاله ورديه؟ هذيك اسماء يبان لي عيقت بزاف. كيفاش هذه باغيه تربي البز؟ والله لا زينه هذه تربي ولاد الناس. يبقى خويا خدام على ولاد الناس ومن يكبر ما يعقلش عليه يقول له واش داك تربيني؟ لا مالك اختي كان خاصك تدوري فيها. احنا اختي نجيو نشوفوا الصراحه راه داكشي اللي داروا فيها خويا سعيد ما ساهلش، وباش غادي تنسى خصها شي حاجه تعمر عليها الدار. وبيني وبينك يا حنان اختي يا سما باغيه البز، وباش غادي ترتاح خصها تربي شي واحد. لا اختي اسمحي لي، الا هي باغيه خويا سعيد ما باغيش وحتى حنا ما باغيينش شي واحد براني يدخل لعائلتنا. ايوا صافي نجيبوا ولاد الناس نربيوهم حنايا. حنان واش راكي تقولي؟ واش غادي تربيه نتيا ولا غادي تصرفي عليه نتيا؟ راه عندنا خونا ومرتو هي تربي وهو يخدم، فين كاين المشكل؟ انا بعدا في الاول ما نكذبش عليك حتى انا عرضتها، ولكني في التالي جاتني مسكينه زعما ما قالت شي حاجه ديال العيب، وبالخصوص من قالت لنا غادي نربيه على اساس راه ماشي ولدي، يعني غادي تقولوا الحقيقه ماشي انا اللي ولدتك. فين كاين المشكله حنان؟ اسمع مالك اختي، هذاك الولد غادي يبقى غير ولد الناس، واخا دخل في وسطنا غادي يبقى براني علينا. واسماء راها غالطه وماشي غير خويا دار معاها هاد الغلط صافي هي تطلع تبغي دير اي حاجه قالها لها راسها. انايا غادي نصوني على سعيد خويا وغادي نوصيه ونقول له المشكل اللي بينك وبين اسماء غير خليه كيما راه غادي يجي واحد النهار وغادي يتحل. ما توافقش على هذاك الشيء اللي راها باغيه. حنان حنا من امتى كندخلوا في حوايج ديال سعيد وياسماء؟ الا كان شي حاجه ديال الخير كندخلوا بها، وإلا ما كانتش كنبلعوا فمنا ولا لا. ايوا حتى دركي ما عندكيش الحق تدخلي في هذا الشيء هذا، ديها غير في راسك وفي راجلك وفي ولدك وعيشي حياتك وخلي الناس يعيشوا حياتهم كيف بغاو. الله يهديك اختي حنان، وراني ندمت حتى قلتها لك. خواتاتي العزاز، هنا كتكون سالات الحلقه نتاع اليوم سلسله الدريرات. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكون نالت الاعجاب ديالكم والارضاء ديالكم، وكيف ما العاده خواتاتي ما تنساوناش
واحد الجام، كومونتير، بارتاج مع الاهل والاحباب ديالكم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقة جديدة واحداث جديدة. تبقاو على خير يا اغلى متابعين.